انت ولد خالد غندور، انت خلبوس ولد خالد. انت يشوف زمالك النهارده اليوم مو مشكل يخرج بالبطوله، المهم هو اعمل مباراه حلوه. هو اتعادل مع النصر السعودي مو مشكل. هو رونالدو جاب هدف في الزمالك، هدف فخر، هذا التاريخ. انما الاهلي لما يلعب مع ريال مدريد يا خالد ومع بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه يبقى كخه ووحش ونطلع نحفل عليه. ما هي الدماغ اللي بتاعت الصراصير دي كده بتطلب بحاجات غريبة. انا عارف الدماغ الصراصير. النهارده سيناريو حصل للزمالك والمهري، قسما بالله لو بيتخطط كده من شركة هندسة ما هيطلع بالجمال والحلاوة دي، مش هيطلع باللطافة دي. تخيل النهارده واحد زملكاوي قاعد بياكل ترمس وحتتين بطاطا وطبق بليله وقاعد مستقنيص ومستكيف وفرحان وبيتفرج على فرقته كسبانه النصر لحد الدقيقه 87. يجي لعم كريستيانو رونالدو هوب بالهيد دي قال له مش باللمس لو سمحت، مش باللمس، في بوج في بوج فطبعا هوب الصدمه من هنا، قال لك خلاص بقى تعادلنا خرجنا، اروح افرح في الاهلي بيقلب لا المهري بيجيب فينا هدف، ايه الله اكبر، هندري فضحتنا وهندري خروجنا من السعوديه بايه، بخروج الاهلي من كاس مصر. يجي يا مؤمن وهو لسه بياكل حتتين الترمس مع طبق البطاطا، وخد عندك بقى جمهور المهري مدينه كامله قاعده فرحانه وزيطه، خلاص احتفلوا بقى، صعب هيقابلوا انبي قبل النهائي ويصعدوا نهائي كاس مصر والدنيا حلوه وبزراميط معاهم. يجي يا عم علي معلول يحرز ضربه الجزاء يتعادل 1-1، نلعب وقت اضافي، احمد القندوسي يجيب الهدف ال 2-1، هوب نكسب نصعد. في دقيقة ونص الأهلي بيصعد والزمالك بيخرج يا نهار أبيض على الحلاوة، يا نهار بحبكم كلكم على بعضكم يا زملكاوية باي باي، أشوفكم الموسم القادم يا صفر بطولات.